موسم 99 و2000. تأخر رونالدو في العودة من البرازيل، كانت الأداره غاضبة من تصرف ليبي عدم إشراك رونالدو في إعادة مباريات بدايه الموسم. ثم عاد اللاعب في مباراة الديربي وسجل هدف وتلقى البطاقة الحمراء في مسيرته، ثم عاد في خسارتين أمام بولونيا وليتشي في نوفمبر حيث خرج بداع الأصابة. وتقارير أوضحت أن لديه تمزق في قدمه اليمنى، ذهب إلى باريس من أجل إجراء عمليه، وتقارير أثبتت غيابه 5 أشهر. بعد ذلك أظهرت التقارير أن رونالدو أصيب بأصابه خطيرة التي أبعدتها الملاعب. بعدها عاد اللاعب ليتدرب بمفرده في البرازيل في نادي فلامينجو، بعدها في شهر إبريل العوده إلى الملاعب. كل هذا عن عمر 23 سنة. في بدايه مباراة كأس إيطاليا بقليل تعرض رونالدو لقطع في الرباط الصليبي الذي أبعد عن الملاعب 526 يوم. بعدها ليشارك في المباريات من جديد من مقاعد البدلاء. لم يقدم المستوى المطلوب، لكنه طلب من الجماهير والأداره الصبر عليه لمده شهر ليستعد لياقته الكاملة. عاد بعدها وسجل 3 أهداف، ثم تعرض للإصابة أخرى لم تحدد مده غيابه عن الملاعب، لكن ظل الإنتر يقترب من لقب الدوري. عاد رونالدو بعدها ليشارك في مباريات، سجل 4 أهداف في 3 مباريات ليضع الإنتر في مقدمه جدول الدوري، لكن الإنتر سقط في المباراة الأخيرة أمام لاتسيو ب4 أهداف مقابل هدفين. وبعدها ذهب رونالدو لنهائي كأس العالم 2002، سجل هدفين في مرمى ألمانيا وتوج بلقب بعد تتويج رونالدو خارج الكثير من الشائعات تقول إلى ريال مدريد، واللاعب أكد ذلك بنفسه ولم ينفي تلك الشائعات بسبب المشاكل التي كانت بينه وبين مدربه في نادي الإنتر. بعد قبل يومين من انتهاء الميركاتو اجتمع مع رئيس النادي موراتي الذي سمح له بانتقال إلى نادي ريال مدريد. كان هذا الجزء أخير من قصه رونالدو مع نادي إنتر ميلان. نرجو أنه قد نال إعجابكم، وشكرا.